الترند اللي كان مكسر الدنيا شوكولاته دبي رجع تاني بثوبه الجديد بس على شكل فطير، وكان لازم اجربها من اول واحد عملها في مصر وفي اسكندريه كمان بالذات عندنا عند فطير عم سمير اللي من ساعه ما فتح عندنا في اسكندريه وصورنا له اول مره وهو ما شاء الله مكسر الدنيا. بيلعبوا بالفطير حرفيا لعب، بس ما علينا من كل ده، احنا جايين نشوف الجديد فنكسب الصلاه على النبي ونخش على خلق لا يفترس. هنبتدي الاول بفطير دبي، وتعالى اقول لك هي عباره عن ايه لو انت ما تعرفش. بكل بساطه بتبقى عباره عن كنافه وفستق او صوص البيستاشيو وفي قلب العجينه وتتقفل وتخش الفرن، وبعد ما بتطلع بتاخد الحنان سقسقوليا بالشوكولاته والوايت شوكليت، وبتطلع معاك بالمنظر انت شايفه ده في منتهى قله الادب ولا منه، عذاب واهانه في حق الدايت حرفيا، بس تستاهل التجربه. هي بس عيبها الوحيد اللي هي تقيله شويتين، لان ممكن 5 6 ياكلوها الفطيره الصغيره دي. فنخش على الفطيره الحادق بقى عشان نكسر التجزيع ده، نشوف الجديد من عندهم، وهي الفطيره كريمه باللحمه المفرومه، بيبقى فيها فلافل الوان وجبنه موتزاريلا وتركي وكيري مع صوص الكريمه واللحمه المفرومه. دي للناس السيمبل اللي ما بتحبش الصوصات الكتير ولا التوابل الكتيره وفي نفس الوقت بتحب الكريمه، هتتبسط منها قوي. نيجي الفطيره الثانيه اللي بعديها وهي الزنجر فاير، ودي بقى في السبايسي والهوت منه خالص، ميكس جبن وفلافل الوان وزنجر عادي، بس اللي مش عادي صوص الفاير اللي عليها ده اختراع بالنسبه لي، اول مره ادوق من عندهم وعجبني قوي وارشحه لاي حد بيحب الحاجه السبايسي. نيجي بقى لحبيبتي المفضله من عندهم اللي لازم اجربها كل ما اروح، وهي الفراخ رانش، ودي اللي ما جربهاش من عندهم حرفيا فايتك نص عمرك. مش هقول غير ان هي في حته 9 في رايي الشخصي، تاخد 9.9 من 10 ولا غلطه، ولا هي ولا الفطير الشام. الفطير احلى حاجه اللي هو معمول على اصوله والسمنه والتوريقه بتاعته في الولا واظن انت واخد لي بالك من فرط اللذه. هسيب لكم اللوكيشن والاسعار، اتمنى تكونوا انبسطتوا، هستنى اراءكم في الكومنتس، وجود نايت اند هاف ا نايس تايم.